بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله مليان طاقة ايجابية من عند الفراخ البلدي. طبعا احنا بقالنا فترة مش بنصور، بس انا حابة النهاردة اصور معاكم واقول لكم برضو انا عملت ايه وايه التغيرات اللي حصلت عندي في الفراخ البلدي وليه نقلتهم في البطارية دي. هحكي لكم كل حاجة ان شاء الله بالتفصيل، وايه خلطة الاكل اللي احنا هنبدأ نعملها ليهم. خلاص مش هنأكل علف بقى، هنبدأ ندخل حاجات تانية مع العلف برضو إن شاء الله في حلقة النهاردة. حباكي تسمعي الفيديو للنهاية، بس لو انتي أول مرة بتشوفي القناة عندي أتمنى طبعا تشتركي، ولو انتي مشتركة عندي حطي لي لايك كده على الفيديو علشان تشجعوني يا حبايبي كده ونستمر في القناة بإذن الله. فلو عجبكم الفيديوهات بتاعتنا كده حطوا لنا اللايك كده، ادعمونا كده وشجعونا عشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم بإذن الله. بصوا حبايبي، مبدئيا دي بطارية خشب، علشان برضو لو لو اي حد بيشوفنا دلوقتي جديد يعني معانا. دي بطارية خشب انا كنت عاملاها للفراخ البلدي، للفراخ البيضة، تمام. بس الصراحة لقيتها حلوة جدا للفراخ البلدي. هتريحني بقى في كل حاجة، في التنظيف. كمان المكان اللي انا كنت حاطة فيه الفراخ دي، الفراخ بدأت تاخد مني طشمة وتتعب. فطبعا انا مش هسيبهم يموتوا، يعني انا مش هسيبهم يموتوا. فكان لازم على طول كده ان انا اتصرف وابدا اعمل لهم إيه انقل على طول. بصوا حبايبي، ببدا كده اعصر ليمونه ليهم في الميه. زي ما انتم شايفين هم عطشانين جدا، وانا كمان حاطه سقايه صغيره لاني انا محتاجه ان هم يشربوا الميه بالليمون دي كلها. اي حاجه عايزه تشربيها لطيورك عطشيهم بالمنظر ده، وهتبصي تلاقيهم هيشربوا. دوت كده بالنسبه للصبح، يعني ده كده احنا عشان الصبح بدري، فببدا اعمل ايه ليهم كده ميه بليمون علشان البرد. باجي بقى بعد الظهر بعمل لهم شاي بايه، ممكن برضو بالليمون. او ممكن اعمل بقى اغلي اعشاب اليانسون مع الشمر مع ورق الجوافه. هبقى اعمله لكم بقى في حلقه تانية، هقول لكم برضو بعمل ايه بالظبط. تمام. بس مبدئيا كده انا بحب ايه اشربهم كده على الصبح ميه بليمون كده، إيه يعني اول حاجه، بحيث ان هي لو في اي برد لو في اي مشكله عندهم. الليمون طبعا حلو جدا، فيتامين سي، هيظبط معاكي ان شاء الله الدنيا على طول. الفراخ لما تلحقيها كده من الاول طبعا احسن بكتير. وزي ما انتم ملاحظين طبعا هم مش كاملين، انا طلعت جزء واتبقى عندي الجزء اللي هو اللي انتم شايفينه ده. تمام. برضو ليه عملت كده؟ علشان انا برضو المكان، وعشان خاطر ان الفراخ خلاص يعني حسيت ان مثلا ان هتقابلني مشكلة، فقلت لا ابدا اتصرف، يعني ابدا اتصرف. ان انت تبداي تطلعي جزء. المهم طيب انا حاطه لهم لمبه كده، اللمبه ديت وناسه صغننه جدا، ببدا اشغلها بالليل، بس يعني انا ببدا اشغلها بالليل. طول النهار بطفيها وبفتح الشباك عادي خالص، وهم جوه البطاريه زي ما انتم شايفين كده. تعالوا كده هنعمل بقى خلطة الأكل ليهم ايه النهاردة، وهقول لكم ايه الحاجات اللي أنا هبدأ أغيرها. إيه زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، أنا معايا العلف أهوت، ومعايا تشيشة، ومعايا فول صويا. شكل الفول الصويا اهوت علشان الناس اللي بتسأل على شكله. اهوت يا حبايبي، ده كده فول صويا بيتباع عندي بتاع العلف. طيب ليه حطيت الفول الصويا ده؟ الفول الصويا ده حلو جدا ليهم كمان. لو انتي حاسه ان الفرخ كده خفيف معاكي ومش بيسمن، فابدأي حطي له فول صويا. الفول الصويا ده وقت معين بقى وخلاص، مش هبدأ احطه يعني. تمام. ومعايا العلب بتاعنا، ومعايا البصل الاساسي كل يوم مع فصين التوم او 3 فصوص توم. مفيش مشكلة خالص. دي التقليبة اللي انا بدأت اعملها لهم من فترة يعني. واللي انا بدأت احطه على الاكل دوت، اول حاجة معايا دوت اللي في ايدي ده مضاد سموم، والاولاني دوت فيتامينات. في كده اكياس بتتباع عند الدكتور البيطري، كيس فيتامين وكيس مضاد سموم. حبيت برضو ان انا ادخل لهم كده مضاد سموم كده على الاكل يعني. دي التقليبه بسيطه زي ما انتم شايفين. انا مش حاطه اكل كتير، يعني انا مش حاطه لهم اكل كتير. لما بيخلصوا برجع احط، ولما بيخلصوا برجع احط. يعني بحط نظام الوجبات كده، مش بهدر الاكل قدامهم. زي ما وريتكم كده في اول الفيديو، كانوا مخلصين اكلهم ما كانش حتى فيه حبايه واحده، وده طبعا الاحسن ليهم اما تجوعيهم. آه، المهم يا حبايبي، حابه اقول لك ايه بقى في الفيديو ده. انا ان شاء الله باذن الله لو ربنا كرم هعمل بطاريه كبيره زي ديت خشب للفراخ البلدي. عشان كانت ناس حبيبتي سالتني هو ينفع نربي الفراخ البلدي فيها؟ ده تبقى بصي ممتازه و10 على 10. وطبعا هتوفري التبن، وهتوفري وجع ظهرك، وهتوفري حاجات ياما، يعني تشتري صحتك زي ما بيقولوا كده.
فهي الصراحة يعني متعة وتحفة، وبتشجع كمان على التربية. حاجة كمان انت ممكن يعني، بس هي انت بقى لو عايزاهم للبيض هتربي فيها فترة، وبعد كده لازم هتنزلي في الأرض لما الفرخ خلاص يبدأ يكبر معاكي. هما دلوقتي زي شمرت كده، فلسه يعني هما لسه صغيرين. أنا شوية كده إن شاء الله أسيبهم فيها شوية، وبعد كده هبدأ أخدهم كلهم، هبدأ أحطهم مع الفراخ الكبيرة يتعاملوا. فاهمين إزاي؟ بس مش دلوقتي لأن هما برضو لسه صغيرين. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، برضو كل فترة لازم ازازة الخل دي اساسي معايا، او مضاد السموم. كل فترة برضو بعصر ليمون زي ما انتوا شايفين كده. البصل ده اساسي معايا، والثوم والحاجات دي. عملت لهم مرة جبت برتقانية وضربتها مع ليمونة في شفشق الخلاط كده، وبدأت صفيته وخليته يشربوا منه، ده فيتامين سي حلو جدا. انا بقول لكم يعني على اللي انا كنت بعمله. ومرة جبت ربطة بقدونس برضو ضربتها كده عملتها لهم، وبدأت كده اصفيها واحط لهم كده غسول كلوي معايا طبيعي. طول ما الفرخة عندك حلو، ما تديش أي علاجات ولا أي حاجة. طيب الفرخ جاه شوية كوكسيديا، جربي معايا الحاجات الطبيعية. ايه الحاجة الطبيعية اللي انا هعملها مع الفرخ في الكوكسيديا؟ الشيح مع الزعتر مع الليمون، 3 حاجات اهمت حلوين جدا جدا معاكي للكوكسيديا. حتى والله هتجربي يومين 3 مفيش مشكلة. لقيتي الفرخ عندك بقى بينشف وبيكش ومش نافع معاه حاجة، هتبدأي بقى في الوقت ده تجيبي علاج بيطري ليه. بس نصيحة، ما تستنيش ان الفرخ يكش ويتعب معاكي. دايما بقول لكم لازم يبقى عندكم ملاحظات كده عند الطيور. انا طلعت حسيت ان في حاجه مش تمام، هبدا اعزل اللي مش تمام دي، واشوف الوضع عندي ايه، انا مقصره في ايه، مقصره في درجه الحراره، مقصره في الفرشه، مقصره في التهويه. كمان المكان اللي انا كنت حاطه فيه الفراخ دي ما كانش صحي خالص. الاوضه كانت كبيره عشان برضو ما تقعيش في الغلط ده. الأوضة كانت كبيرة عليهم جدا جدا، وطبعا ما كانش فيها أي تدفئة وما فيهاش أي حاجة. فطبيعي الفرخة هيتعب معايا، يعني لو ما تعبش مثلا أول يوم أو تاني يوم، هتبدأ تظهر عليه الأعراض بعد تالت يوم بعد رابع يوم. فلازم كده على طول يا حبايبي نتابع ونشوف الوضع عندنا ايه. فانا بقولك لو قدرتي والله تعملي بطارية خشب زي ديت، طبعا هتبقى حلوة جدا. وكمان الناس اللي بتقول ينفع اربي فيها، ايوه ينفع طبعا، وحلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده، وهتطلع معاكي الفراخ شمرت زي العسل. وان شاء الله هيبقوا معاكي زي الفل. عشان الناس اللي جايبه بطاريه ونفسها تربي برضو فراخ فيها، عادي خالص ممكن اجيب فراخ وابدا اعمل عين للفراخ البيضه وعين للفراخ البلدي، ما فيهاش اي مشكله خالص. بس انا بقى بفضل في الحاله دي لو هتعملي يعني لو عندك بطاريه وحابه ان انت تربي بقى الفراخ البلدي، يبقى تعملي لك خشب كده. ليه بقى؟ لان زي ما انتم شايفين كده سقفها عالي خالص، وكمان واسعه عن اللي عندي تحت، فالفرخ مرتاح فيها. يعني الفرخ لسه قدامه شويه عبل ما ابدا اطلعه على فوق على طول. تمام يا حبايبي، يا رب فيديو النهارده يكون عجبك واستفدتي مني بحاجه بسيطه. يبقى احنا عملنا ايه في عمر الشهرين؟ بدأنا نقلب الاكل، بدأنا ندخل حاجه تانية غير العلف. دخلنا الفول الصويا حلو جدا جدا، بيسمن معاكي وبيتقل معاكي الفرخ، وبيخليه كده حلو قوي معاكي. الدشيشه كمان حلوه جدا للفرخ. وزي ما انتم شايفين انا عملت بنسبه بسيطه جدا الدشيشه مع شويه فول الصويا. طيب المقادير اللي انت هتحطيها ايه؟ هتبدأي هتحطي كيلو فول الصويا على 8 كيلو علف. تمام، يعني انت ايدك كده معيارك، يعني انا خدت معلقتين بس كده ليهم ايه من فول الصويا. وكمان الدشيشة هتدخلي كيلو شيشة، يبقى هتحطي قصاده مثلا 3 4 كيلو علف. تمام، وتبدأي تقلبي الكلام ده وتبدأي تحطي. هتأكلي لحد مثلا شهرين ولا حاجة ونص. خلاص داخلين بقى على ال3 شهور، ابدأي بقى دخلي البيت بعد ال3 شهور بقى. ابدأي بقى ايه، بواقي الاكل بقى، شويه خضره اللي موجود عندك هتبداي ايه. خلاص يعني بعد ال3 شهور هيكون الفرخ بقى قفل معاكي وهيكون استوى، فخلاص هيتقبل منك اي حاجه. كمان احنا محتاجين بعد كمان يعني ال3 شهور نبدا ندخل ايه بواقي البيت. ليه؟ علشان احنا مش عايزين الفرخ يربي دهون ولا حاجه. الفراخ دي يا حبايبي بلدي مشعر، حلوة جدا للبيض، هي ممتازة للبيض. فأنا عشان كده جبتها إن شاء الله للبيض يعني. وزي ما انتوا شايفين فيها ديكين كده ولا حاجة، فهبدأ إن شاء الله أنا برضو إيه هطلعه للفراخ اللي عندي اللي فوق. لأني أنا مش عندي ديوك فوق، يعني الفراخ البلدي اللي عندي فوق مش عندي فيها ديوك ولا أي حاجة. فاهوت يا حبايبي اهتمي بس زي ما بقولك، عينك تبقى على طول على السبلة، عينك على طول عند الطيرة. ان شاء الله هيبقوا زي الفل معاكي. يا رب حلقة
واستفدتِ منّي بحاجة بسيطة. باحبكم في الله أحلى أخوات، ما تنسونيش بقى في اللايك عشان إن شاء الله هننزّل فيديوهات كتيرة من عندهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.